السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة 12 من مسلسل قفطان خديجة. عافاكم اخوتي العزاز، ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة وتشجعونا باللايكات ديالكم وكومنتيرات زوينين. وبالنسبة للأحداث اللي كاينين في هذه الحلقة هذه، فغادي نكتشفوا بأنه ليلى وغالي بصح ولاو عاطين فرصة لبعضياتهم، خصوصا ليلى هي اللي عطات فرصة لغالي، حيت هو عطاها فكرة على شنو كيحس هو من تجاهها، وبلي راه باغي السيد فرصة وبلي كتعجبو. فليلى واخا زعما هذيك التجربة السابقة ديالها مع سليمان كانت خايبة وحقدت على الرجال، ولكن غالي من الناس اللي وقفوا معاها في الأزمة ديالهم وفي عز الأزمة ديالهم اللي كلشي تهرب ملي باها فيصل تشد بتهمة ديال التجارة في الممنوعات المخدرات. فوقف معهم غالي، وقف معهم وقفة ديال الرجال، وبلا حتى شي مقابل بلا حتى شي حاجة، حيت بصح غالي كيعتبر فيصل بحال الأب ديالو، وحضنو هو اللي وقفوا على رجليه، واخا ماشي شي حاجة، ولكن الحمد لله هو ما نكرش الخير اللي دار فيه فيصل. ولكن دابا كنشوفوا بأنه غالي ولا كيحس بمشاعر تجاه ليلى، وسونيا من الاول وهي حاطه عليه العين، ومازال غنكتشفوا بانه غادا تساق الخبار. وكيفاش غتساق الخبار؟ غادي نشوفوا بانها ليلى ملي غادي ترجع هاد المره لاطوليه هي وغالي، غادي يوليو شويه قرابين لبعضياتهم، ويولي غالي غيبدا يبان بزاف عندهم ويسول فيه الاهتمام. فهنايا فين غنشوفوا بانه سونيا غيضرها راسها، وغادي تجي في بالها الهضره اللي كان قال لها عمر بانه هاد الجوج هادو راه كيبغيو بعضياتهم، وهي حاسه بلي هادشي غتكون بينات هاد الجوج شي حاجه حيت قراب بزاف. ولكن الحب ديالها الغالي عماها، ما الحقيقه ما كتبانش ليها. فملي غادي تشوف هادشي هذا وغادي تسول، حيت هي بطبيعه الحال غادي تسول غادي تقول ليها ليلى كلشي. كتقول لها بلي راه غالي راه دوا معايا ومشينا للطبيعه، وقال لي بلي راه مهتم فيا بزاف وبلي باغي يدير محالو وهذا وهذا. فسونيا بحال تصرفقات صافي، ما قدراش انه لدرجه انه ليلى بقات كتهضر، سونيا بالها مشى مع الهضره اللي كان كيقول لها عمر، باللي عمر عنده الحق، واخا هبيل ولكن عنده الحق، باللي غالي ما غيشوفش وحده كبر منه، واخا هي كتبغيه ولكن هو ما كيبغيهاش. فانا نشوف بانه سونيا المعامله ديالها ما غاداش تبدل مع ليلى، بالعكس ليلى غادا تنقذهم ودايره ديك الورشه ومصممه، وبالعكس راه مزيان ليها تبقى غاديه معاها. ولكن هي غادا تهتم دابا داك الاهتمام اللي كانت كتعطيه لغالي، وكان معمرو غالي، وكانت كتفكر في غالي، وهذا دابا غادي نشوفوا بانه واحد الوقيته غادا تكون خارجه، وغادي يبان ليها شكيب كرفاس في حاله خايبه وسكران. وكانت تفكرت الهضره اللي كان قال لها عمر باللي راه كانت جات عنده من السطح وعطاتو الماكله وقالت لي ما تقولش ليه انا. وعمر من الاول هو كيسر لهم الطريق باش انهم يرجعوا بجوج، وكيقول لها بلي راه خياط مزيان وهذا. فمشات لعندو وقالت لي شاد الحاله ديال فراسك وسير تسترف مع حالك ودواش وهذا. هو تيقول لها لا انا كنبغيك وانا هذا، عاوتاني بدا رجع لديك الاسطوانه. هنا هي ما جاوباتوش، ولكن بدات كتقول ليه باللي بعدا شوف قاد حالتك ولا ما بغيتيش تقاد حالتك غادي تضيع من بين يديك خديمه. هنا هي بغات تدخل بخدمه، ما بغاتش تقول لي راه غنرجعوا انا وياك ولا راه بديت كنفكر فيك، لا بطبيعه الحال لا. غادي تقول ليه عندنا لك خديمه الا بغيتي تجي وتخدم معنا وهذا. هو على قبل صونيا غيبغي يخدم معاهم مي باش يبقى قريب ليها، وهي هادشي عارفاه. فغادي يتهلا في راسو، غادي يتنقى، غادي يتقاد، غادي يجي عندهم لاطولي، غادي يتعرف على ليلى غادا تعرفو، وغادي يطلب منها السماح على ديك المره باش كانت جات لعندهم فكاتهم وكان غوت عليها. حتى هي غادي تقول ليه مسامح كريم. وغادي نشوف بلي شكيب غادي يبدا يدير نظارات في سونيا غتبغي تفقس شكون غتبغي تفقس ليلى باللي عندها شخص كيبغيها كيحن منها وباغي يتهلا فيها وناوي معاها الحلال ناوي معاها الحلال، واخا طلقاتو ولكن المهم دابا راه حرام عليها دير معاه شي بلان، خاص ضروري تيتزوج. فنشوف بانه غادي ترجع المياه لمجاريها، ولا طولي غادي تزيد تزدهر كتر، وغادي تولي ليلى مصممة معروفة. ولكن ما غاديش تفوتها سارة. سارة ما بغاتش تشوف صاحبتها مربية الريشة وحدة فوق اللحمة، ريشة وحدة ما غاديش تشوفها، ما بغاتش تشوفها مربية. فغتبقى تصيفط لها هي اللي كليون، هي اللي بدات تصيفط ليها شي وحدين من طرفها اللي يجيو ويديروا راسهم غير ياخذوا من عندها، وهادو في اخر الدقائق
يخويو بها باش هي تخسر، باش تخسر جهدها وتخسر فلوسها وتخسر الوقت باش انها تطلع لا تبقى لتحت. وهادشي كامل بسبب شكون؟ بسبب صاحبتها سارة اللي دايرها ليلى بحال اختها، ولكن داك المعاملة الناقص اللي كانت كتعامل معاها في المكازان صافي كرهاتها في شي حاجة سميتها يخدموا بجوج ولا تا ديك الصحبة ما بقاش. فمازال انا كنت انه سارة راه كتبغي سليمان، ولكن هي ما بغاتش زعما تبغي سليمان ويعيشوا حياة طبيعية عادية، لا هي باغا تفقس ليلى. داكشي اللي كان كيدوز على سارة وهي دابا سارة باش كانت ليلى هي وسليمان، كانت سارة كتحس بواحد الغضيض بأنه هي كتبغي سليمان، ولكن ما عندها حتى شي، ما عندهاش القدرة أنها تنوض وتدفع ليلى على سليمان وتمشي هي وياه وتقول لهم راني كنبغي ولا شي حاجة. لا ما كانش بإمكانها دير هادشي حيت باقا الخطة ديك الساعة ما راسياش. قبل ما يتشد فيصل كانت ساره مضغوطه باش انها دير داكشي كيقول لها سليمان وما تزيد ما تنقص. دابا ولا عندها البوفوار ديال انها تصرف كيف ما بغات، حيت صافي فيصل تشد وكنشوفوا بانه سليمان غادي في خطط ديالو مزيانين، فحتى شي حاجه ما كتمنع باش انهم يبانوا بانهم راهم على علاقه ويتزوجوا. وهي بغات تفقس ليلى باش تجيب لها الكاو، تجيب لها التمام. فمازال غادي يكتشفوا بانه ليلى من بعد ما غادي تشوف هادشي، فبالفعل غادي تشوف في جهة غالي دابا وغتركز عليه هو ولاتولي والعائلة ديالها صافي. وخصوصا الجدة ديالها هي اللي كتقويها، ملي كتبدا تخيلها كتقويها، حيت هي اللي واقفة معاها ومصبراها من بعد الله عز وجل. حيت خديجة عندها اكسبيريونس وعندها سمعة كبيرة في هذا المجال هذا، وبغاتها تكون هي اللي حاملة المشعل. يعني باش تكون حامل المشعل راه خاصك واخا تجيك مهما كانت الدقة خاصك تعاود تنوض، كيف ما كان الثمن ديال هذيك الدقة هذيك خاصك تعاود تنوض وتكمل ديك المسيرة اللي كانوا بداوها جدودك. فهذه هي النفس اللي جات عند ليلى باش انها تكمل في هذا المسار هذا، لدرجة انه ولات دابا كتحس براسها وسط من العائلة وحدة وكتلة وحدة. راه سونيا اللي كانت فيها ديك الهبله ديال انها كدور بغالي ومهوسه، دابا صافي راه استقرات مع شكيب. وحتى من عمر باقي كدور به النجمه ولا هذا، ولكن هو محدد الاتجاه ديالو، هو ما عطيهاش فرصه ما بيعش العجل. فكلشي غادي نفوكسي في خدمه وفي العائله اللي هما ديك المجموعه اللي خدامين عليها، مجموعه العمل، فريق العمل عفوا. فهادشي اللي مخلي انه الورشه ديال ليلى غادا تزيد تافونسي اكثر، وغالي كيعاونهم. راه غالي من الناس اللي غادي يعاونوهم وغادي يخليهم من بعد باش انهم يبغيهم يمشيو يكريو شي محل في حي راقي. ولكن ليلى ما غتبغيش، غتقول لهم انا بديت من هنا غادي نبقى هنا. اصلا هادشي ديال القفاطن كيجي مع البلايص لي تراديسيونيل حيت هو المنبع ديال هادشي. فمن هنا غادي تكون البدايه ديال احداث جداد اللي غادي نكتشفوهم. خصوصا الفيديو الجاي غادي نديرو لكم على فيصل، حيت فيصل غادي نشوفو كيفاش غادي يدير وغادي يخرج من تما، لا هو لا السيد اللي كان سبب وشهادته حتى سجنو. غادي نشوفو كيفاش الطريقه ديال الخروج ديالو من السجن وكيفاش غادي تكون القصه ديالو. فهاد الشيء اللي كاين. الا بغيتو نحط لكم هاد الفيديو هذا بالضبط كتبوا لي في لي كومونتير باش نحطو لكم في اقرب وقت. وهادشي اللي كاين، ومع السلامه.